دم في البول لازم نكشف. كتير مننا بيتخض لما يسمع تشخيص انت عندك سرطان في المثانه، لكن اللي تندهش له اكتر ان كتير من الناس بيبقى عندهم الاعراض بتاعه سرطان المثانه وبيهمل انه يستشير الطبيب الخاص بيه. كتير بيجي لي مرضى بيبقى عندهم اعراض مقلقه زي تكرار نزول دم في البول، نزول قطع دم متجلط في البول، الم او حرقان اثناء التبول، تكرار دخول الحمام. وبصراحه بعد ما نعمل الاشعاعات والتحاليل والفحوصات اللازمه نلاقي ان احنا عندنا ورم سرطان المثانه. اللي يقلق ان احنا نتاخر في التشخيص فيبعت المرض ثانويات للرئه او الكبد، وهنا بيكون التعامل معاه صعب جدا. طب ايه العلاج؟ التشخيص المظبوط بيبدا ان احنا بنعمل منظار تشخيصي، واللي بعض الاحيان بيكون تشخيصي وعلاجي. لكن لو المرض ده وصل لمرحله متقدمه المنظار لوحده مش كفايه، المنظار هيبقى تشخيص فقط، لكن بنحتاج نعمل عمليات متقدمه. العمليات دي بتكون عمليات استئصال جذري للمثانه وتحويل لمجرى البول، ممكن عن طريق الجلد او ممكن يبقى عن طريق فتحه البول الاساسيه. بعض المرضى بنلجا لاستخدام العلاج الاشعاعي او الكيماوي عشان نقدر نسيطر على المراحل المتقدمه من المرض. ما توصلش نفسك لمضاعفات صعبه وخطيره، وما تنساش تحجز استشارتك في مستشفيات اندلسون.